ميسي ميسي. اتفرجت على جمهور برشلونة وهو بيفضل يقول ميسي ميسي ميسي. هو طبيعي ان جمهور برشلونة يفضل يقول كده ان هو يبقى مبسوط، الراجل بيقدم له كل حاجة عشان يبقى مبسوط، ما بالك بقى بالارجنتين والمنتخب. ميسي نفسه مبسوط، ميسي نفسه بيحتفل مع اللعيبة زي ما انت شفت في الفيديو مبسوط. فانا كمان واحد من الناس من المتفرجين، انا مبسوط جدا جدا، مبسوط بس عشان ميسي هينام مبسوط، وغير كده مبسوط ان هو متعني، ومبسوط ان الارجنتين هتوصل للدور الجاي. انا مش بشجع الارجنتين بس انا بشجع ميسي، انا بشجع ميسي بس بتفرج عليه، وانا حرفيا محظوظ ان انا لسه بتفرج عليه، ومش بأفر ولا اي حاجه. انا حرفيا مبسوط جدا ان انا بتفرج على ميسي لحد دلوقتي. انا بصراحه عايز ياخد البطوله اللي نفسه فيها في كاس العالم، هي مش هتضيف له حاجه على تاريخ اللي هو عمله غير اللي هو اخد كاس عالم. ده ما يقلش ان هو احسن لعيب جه في وجهه نظري في العالم، مع احترامي لكل لعيبه، ده بالنسبه لي انا احسن لعيب جه في العالم. ده مش هيقل حاجه او هيزود له حاجه من وجهه نظري ووجهه نظر ناس كتير. ميسي لا يقارن حرفيا باي حد. والله العظيم يا جماعه بتفرج عليه ببقى مبسوط، ما هو طبيعي انا ببقى قاعد اتفرج عليه وهو بيلعب والله مبسوط. يعني انا مش هتكلم على اي فرقه النهارده، ولا هتكلم على الارجنتين اصلا، ولا هتكلم على اللي حصل مع هولندا، مش فارق. انا جاي اتكلم عن ميسي، انا الراجل بسطني النهارده فانا جاي اتكلم عليه واتبسط كده. والله العظيم ببقى مبسوط، انا بسطني، انا واحد من الناس بسطني، مبسوط ان هو هينام مبسوط يا جدعان. والله ما بأوفر يا جدعان، حقيقي انا مبسوط قوي، مبسوط قوي ان هم كسبوا وصعدوا الدور الجاي. يا جدعان ميسي اقوى مضاد للاكتئاب، يعني وانت زعلان او عندك مشاكل اتفرج عليه شويه، على الاقل هتنسى المشاكل وانت بتتفرج عليه، حرفيا هينسيها لك. اقوى مضاد للاكتئاب تقريبا على كوكب الارض هو ميسي. لو بتتفرج على الفيديو او وصلك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، مش هنعمله انترو ولا اي حاجه، مفيش وقت بصراحه الانترو. اه لايك وسبسكرايب واشتراك، لايك واشتراك كده وظبطني يا جدعان لو انتم تحبوا ميسي زي انا. النهارده بصراحه هتكلم عن ميسي بس فانا بس هعرض لك الجون تتفرج عليه وتشوف العظمه والجمال وتستمتع باللي هو عمله في الجون. اتفرجت استمتعت. نبدا بقى الجون من الاول وتفاصيله. الكره اساسا كانت فاول، والكره اتقطعت ورجعت لديبول تقريبا او مش عارف مين، ورجعت تاني لميسي. ميسي اخدها وفضل نفسه مساحه ولقى مساحه ولم لعيب استراليا وبظاها، وجرى وخد مساحه تانية عشان يفضي ويبقى يعني يفتح مجال باص للعيبه التانية. اللعيبه التانية ديبول باظه لواحد اكبر وميسي ان هو يبازيله في ثانيه الا ثانيه، استلم وحط جون بكل سهوله بكل سهولة. تحس ان الكرة سهلة، مفيش اسهل من كده. هي الكرة معاه هو سهلة، ما يخدعكش، الكرة مش سهلة. يعني هي الكرة فعلا مش سهلة بس ما يخدعكش، هو الكرة في رجله سهلة لكن هي مش سهلة. اي حد تاني الموضوع صعب معاه، لكن هي الكرة في رجله هو بس سهلة. يعني ما تتخدعش ان هو الدنيا جميله معاه والموضوع سهل، لا هو سهل بالنسبه له هو بس، لكن بالنسبه للناس تانية الموضوع صعب جدا، موضوع صعب جدا. لكن هو الكره في رجله سهله جدا، سهله جدا يا جدعان. ايه ده، استلم في نص سنتي ولفها وحطها بكل سهوله وبالراحه، حتى ما بصش على الجون. بص كده على الفيديو ده عشان يبين لك ان الموضوع بس مع ميسي سهل، لكن مع الناس تانية مش سهل. بص كده واتفرج على الفيديو. اتفرج كده تاني. بص يا معلم، لم الاول ومشى ومشى في واحد جزاء ولم برضه خلاص، وعدى من وسط اتنين، لما كده اربعة، الخامس دخل يعني عطله شوية، وواحد برضه جا دخل عليه لم، وراح واحد تاني جا قطع الكورة. ما هو الراجل لم خمسة،
الطبيعي ان الراجل السادس يجي ياخد الكوره. الراجل اخد الكوره منين؟ من قبل نص ملعب ووصل بيها للجون. الطبيعي ان الراجل السادس ياخد بيها الكوره، وما يعملش كده في ماتش واحد بس، ده كل الماتشات بيحصل نفس الحكايه. يعني مش ده اول ماتش يعمل الموضوع، لا ده كل الماتشات تقريبا اللي بشوفها له بيعمل نفس الحكايه، ينزل ياخد الكوره ويطلع فريقه من الضغط اللي عليه ويوصل بيه للجون التاني. حاجات متكرره بس مع ميسي بس، هو بس اللي بيعمل الحاجات دي. ما فكرش الموضوع سهل، لا الموضوع مش سهل خالص، في احصائيات وحاجات حصلت عشان ميسي بس اللي بيعملها، مفيش حد غيره بيعملها. وما تقوليش ان منتخب الارجنتين باللعيبه اللي موجوده دي هو مترشحه ان هي تاخد كاس العالم، هي مترشحه ان هو ياخد كاس العالم عشان الراجل ده موجود معاهم. ميسي موجود معاهم، يعني بظل الكوارث اللي موجوده في الدفاع والهجوم، وان الاداء اساسا كفريق جماعي قدام او ورا في نص الملعب او فريق جماعي عموما، الموضوع صعب معاه. لكن هم عندهم ميسي بيخلص لهم كل حاجه حرفيا، الكره في رجله، هو اللي بيخلق المساحه وبيعمل كل حاجه. هو فرقه يا جدعان، حرفيا ميسي فرقه. انا عايز اقول حاجه والله، يعني النهارده كان الماتش رقم 1000 في مسيره ميسي. هو اساسا مش مدرك ان النهارده الماتش رقم 1000 في مسيرته، حتى لما الناس اللي سالته قال لهم انا ما اعرفش، وكان مبسوط جدا، يعني مبسوط ان هو اساسا ساعد ان الفرقه اللي هي توصل للدور الجاي. هو حرفيا ما حدش عارف قيمه ميسي، يعني ما حدش فاهم قيمه ميسي غير ميسي. يعني الوحيد اللي مش عارف ان ميسي جامد قوي غير ميسي، الوحيد اللي مش عارف ده تقريبا، وده سمعناه كتير وناس صحفيين كتير قالوا كده. بس اللي عايز اقوله ان هو وصل ل1000 ماتش، وحقيقي انا مبسوط جدا ان هو وصل ل1000 ماتش. يعني انا واحد من الناس مستمتع بكل الماتشات اللي اتفرجتها عليه. الراجل وصلني المتعه وما حرمنيش من اي حاجه حرفيا من المتعه. يعني انا حرفيا محظوظ جدا من الناس اللي عصرت ميسي واتفرجت عليه. فيا جدعان استمتعوا بيه قبل ما يبطل، لانه خلاص عنده 35 سنه في ظل الاداء اللي هو بيقدمه ده. انت متخيل عنده 35 سنه؟ استمتع بيه واتفرج على كل ماتشاته بكل شغف، يعني اتفرج على اي حاجه، حتى لو واقف في نص الملعب ما بيتحركش، فاتفرج عليه انه هيعمل حاجه هتبسطك. حقيقي ميسي هيبسطك. انا كده خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو وبتحب ميسي او بتحبش ميسي، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.